السلام عليكم. الاخبار يا جماعه الخير. النهارده ان شاء الله احكي لكم عن قصتي لما سافرت القاهره ورحت عملت اكتر او تقريبا 8 انترفيوهات، وازاي عديت اكتر يعني من معظمهم في القاهره. طبعا انا حكيت متهيألي في فيديو قبل كده ان هو انا عملت ايه لما رحت القاهره، وازاي رحت القاهره. طبعا زي اي شاب في مطروح، طبعا هنا مفيش خدمات، مفيش شغل، مفيش شركات في الاغلب، يعني مفيش خدمات كتير. فقررت ان انا اروح القاهره. واول انترفيو عملته طبعا انا رحت تبع شركات الكول سنتر، اللي هو في شركات كتيره للكول سنتر، في شركات كبيره جدا وفي ستارت ابس. فقلت بما ان انا اللغه الانجليزيه هي اللغه اللي انا بحبها، فليه ما اعملش يعني، او ليه ما اشتغلش في الشركات كول سنتر، امارس كل يوم الحاجه اللي انا بحبها. المهم خدت عربيه وسافرت. طبعا بتعمل كذا انترفيو هنا، انترفيوهين او انترفيو مكالمه وصوت، بتبعت فويس نوت. وقررت اروح اول شركه. ما اعرفش هل ممكن اقول الشركات اللي رحتها ولا لا كاسماء، ولكن هقول في العموم رحت اول شركه رحتها. عملت انترفيو، دخلت عملت انترفيو، كانت بنت. ف بعد ما عملت الانترفيو وانا مقتنع والى حد ما ان اللغه الانجليزيه بتاعتي كويسه. بعد ما عملت انترفيو طال فتره كده الى حد ما مش طويله، قالت لي انت ممكن تيجي بعد 3 شهور. قلت لها يعني انا اتقبلت ولا لا؟ قالت لي انت ممكن تيجي بعد 3 شهور، وما وضحتليش معنى الكلام بالذوق يعني وبالكلام الحلو ان انت ايه، ما الانترفيو ما ايه ما نجحتش فيه. وده كان غريب بالنسبه لي، غريب جدا، لان انا عملت انترفيو قبل كده في الشركه من سنه واتقبلت فيها. اضافه اللي هقول لك ليه غريب بعدين، حتى كانت يعني ما اعرفش مالها البنت اللي عملت معايا الانترفيو الاتش ار، تقول لي انت صوتك عالي شويه، ممكن تقلله شويه. ما اعرفش كان عندها حاله نفسيه ولا ايه. فرجعت محبط، راجع السكن اللي هو فيه احباط وجاي وتعبان، وكانت لسه معايا بدايه وعكه صحيه انا لسه ما كنتش عارف عنها اي حاجه، لسه بكتشف وحاسس انه في جسمي حاجه غلط ودماغي فيها حاجه غلط. ودي هاخدها قصه لوحديها في فيديو. المهم رجعت قلت لا، ما انا قاعد في القاهره اقدم على كذا شركه في الشهر اللي انا قاعده ده او الاسبوع اللي انا قاعده. كنت متفق مع صاحب السكن ان انا هقعد اسبوع. هو حتى كان شخص يعني من طرف حد انا اعرفه، فقال لي انت ليك 6 ايام لحد اخر الشهر. كان خلاص اخر الشهر فضل 6 ايام، خدهم كده يعني شوف هتستمر ولا لا. المهم عملت بتاع 8 انترفيوهات في الفتره دي. اروح شركه تاني، شركه اللي كنت مقدم عليها قبل كده. رحت الشركه دي قدمت فيها، عديت الانترفيو الاولاني والتاني، دخلت في الاسسمنت قالوا لي اسمك موجود في الشركه اللي كانت موجوده في الشركه دي قبل كده، انت كنت مقدم قبل كده صح؟ قلت لهم انا كنت موجود قبل كده اصلا السنه اللي فاتت، وكنت عامل كنت دخلت في التدريب. راح قالت لي انت خلاص مش هينفع تكمل بسبب ان انت سبت التدريب، يبقى اكيد حصلت مشكله. هم قالوا لي اكيد حصلت مشكله. قلت له انا سبت التدريب، وحكيت الموضوع ده في قصه لوحدي في كيف اتغلبت على الكماليه او انطردت من الشركه، كنت مسمي العنوان كده. انه ايه السبب اللي انا سبت بيه الشركه دي. المهم فلما رجعت تاني كان طبعا ظروف اضطراريه. لما رجعت تاني قالوا لي خلاص انت مش هينفع تكمل معانا، انت ترمينيتد من الشركه لمدى الحياه، ما ينفعش تكمل في الشركه دي اطلاقا اطلاقا. المهم ما زعلتش، لان انا كنت صراحه لما عملت الانترفيو كنت جدا سعيد، انا كنت مبسوط. كان عندي ثقه بالنفس ساعتها عاليه. ادائي كان كويس، فما فرقش معايا قوي، ما فرقش معايا اتقبلت ما اتقبلتش، مش فارق معايا كان قوي في الشركه دي يعني. فبعد وقبليها وانا بعمل الانترفيو في الشركه دي كنت عملت انترفيو تليفوني. هو جالي الانترفيو التليفوني، انا كنت مقدم على كذا حاجه وانا في الشركه برضو اتقبلت فيه. تاني حاجه رحت شركات تانية ستارت ابس. في شركات كان في عباس العقاد، كان في مكرم عبيد، شركتين رحتهم، دول اتقبلت فيهم ودول اتقبلت فيهم. رحت الحاجه الوحيده الغريبه، كل الشركات الانترناشونال دي اللي هي بتعمل كول سنتر لشركات اصلا موجوده في اوروبا، انت بتشتغل كخدمه عملاء لناس اجانب. لما رحت شركه مصريه وكنت فاكر ان انا رايح بالانجليزي، بعد ما رحت هناك عملت الانترفيو الاولاني وانت قاعد وبيخلوك تنتظر كتير كتير جدا يعني، جدا يعني ما تفهمش هل هو بيحاولوا يختبروك، دي الشركات المصريه. بعد كده عملنا الانترفيو الاولاني،
ما اقدرش اقول هي شركه اتصالات، بس ما اقدرش اقول اسمها ايه. عملت الانترفيو التاني، عملت الانترفيو ونجحت فيه. قالوا لي خلاص استنى شويه. بعد كده دخلوني اوضه وقالوا لي حد هيتكلمك ويقول لك مشكله وانت تحاول تحلها له باي حاجه، يعني حاول بس تتعامل معاك، احنا عايزين نشوفك بتتعامل ازاي مع الايه، مع العميل. برضو على ما اعتقد ان انا عديت بيها. بس جت اخر واحده دي عملت معايا، قالت لي انت ليه مش جاي فورمال؟ او اللي عملت معايا الانترفيو الاولاني جت تاني، انت ليه مش لابس لبس فورمال؟ قلت لها والله ما عنديش لبس فورمال. ما اعرفش كان اجابتي ايه ساعتها، بس انا جاي ومن سفر ولا عندي تكلفه فلوس ان انا اشتري بدله، ولا كان المفروض تجيب فورمال على الاقل، تجيب بليزر وحاجه فورمال. فالمهم قلت لها والله انا يعني ايه، عرفت ده في الاخر. وبعد كده بس ما ردتش رد ساعتها على ما اعتقد كان مجزي. فقالت لي ممكن تحاول بعد 3 شهور وتيجي تاني. ساعتها استغربت، حاول بعد 3 شهور ايه؟ حاول بعد 3 شهور اجيب بدله واجي؟ دي كانت في الشركات المصريه صراحه كان غريب جدا. كل الشركات الانترناشونال مركزين اكتر على الامكانيات بتاعتك. وطبعا اللبس مهم، مش هتيجي بلبس يعني مخالف عن العاده ومخالف عن التقاليد ومخالف شرعا، صح؟ المهم، فالشركات الانترناشونال ما ركزوش على الحاجات دي خالص. كل تركيزهم الاكسن بتاعتك، الحوار بتاعك، نسالك كام سؤال، اتقبلت فيه ما اتقبلتش. ده كان بسيط جدا يعني. المهم عملت انترفيوهات كتير في المعادي وفي شيراتون وفي اماكن كتيره جدا في القاهره. اتقبلت في 5 من ال8. لما قعدت احسبهم مع نفسي لقيت نفسي اتقبلت في 5. وكنت منمر على اخر شركه. الشركه دي كانت الاعلى في المرتبات، كان مرتبها جدا اعلى منهم كلهم كبدايه. فقلت اي نيد ذا ماني، انا جاي عشان الفلوس يعني، وفي نفس الوقت استريح. ولقيت الشركه حلوه مش وحشه. عملت فيها انترفيو، كنت منتظر الرد، اتقبلت. وده لما دخلت اخر انترفيو كان الغريب ان انا لما اتقبلت في اخر انترفيو حصل معايا شيء غريب. حسيت ان انا توترت كده في الاول، وده كان شيء غريب بالنسبه لي. وعرفت ليه انا توترت، مش توتر خوف من المقابله، ده كان شيء جسدي حصل معايا. فالسبب وده اللي اكتشفته من الانترفيو اللي عملته، انه ما عنديش قدره بدنيه، كانت طاقتي خلصانه جدا. فده اللي خلاني مش عارف اعمل انترفيو، نفسي مش عارف اوازنها. ودي من الحاجات المهمه اللي تساعدك في موازنه نفسك. لازم يبقى في طاقه جسديه، لازم يبقى في طاقه جسديه. لو مفيش طاقه مفيش عقل مفيش ذهن احسن حاجه مش شغال احسن حاجه. الطاقه النفسيه صفر. فحتى انا اول ما حضرت الانترفيو معاه قلت لها قلت لها ايه I'm just starting to freak out. قلت لها انا حاسس ان انا بدات ان انا احس ان انا اتوترت. فقلت لها مع ان ده سابق تامن انترفيو اعمله، بس حسيت بالتوتر مش عارف ليه. حسيته مره واحده كده، مره واحده ضرب معايا. فعديت الموضوع وعبرت على طول وكملت في الاسئله بتاعه الانترفيو. واسئله يعني الاسئله بتاعه انت هتعمل ايه بعد 5 سنين او انت شايف فين نفسك بعد 5 سنين. هي عايزه بس اجابه منطقيه. يعني انا لما جاوبت ومن تجربتي الشخصيه انه بس هي عايزه منك اجابه منطقيه، قلت لها والله بعد 5 سنين بالانجليزي طبعا، بعد 5 سنين انا ما اعرفش هكون بعمل ايه. ليه؟ تختلف على اساس البيئه اللي انا فيها، تختلف على اساس اذا قابلت ناس جديده ولا لا، اتغير الفكر بتاعي ولا لا، اتغير توجهي ولا لا، وممكن اموت والحياه ميستري. يعني انا دلوقتي بركز على الوقت اللي انا فيه. فهي بس عايزه اجابه منطقيه، بجاوب بالمنطق بتاعي. الشركات المصريه لما جاوبت في بعض الامور بالمنطق واتقبلت في الشركه دي. الشركات المصريه بقى لما تحاورت بالمنطق حرفيا، ما يعني كانوا بيسالوني طب انت ايه احسن خدمه اتقدمت لك وليه حسيت ان هي كويسه ولا لا. بيسالوني عن شيء شخصي، فانا كنت بتكلم على دكتور لان انا لسه كنت كاشف، فبحكي عن بعض الدكاتره وليه كذا. فهي قالت لي يعني ما تقبلتش الحوار. قلت لها ما الدكتور بيقدم خدمه وانا بدفع للخدمه دي. كان حوار مع الشركه المصريه سيء للغايه. يعني ما حسيتش فيه منطقيه في الموضوع. حاولت برضو ان انا اوازن الدنيا واقول وكل حاجه. هقول بقى ايه الاسرار او ايه الحاجات اللي تخليك تعدي انترفيو بكل سلاسه. اول حاجه لازم تكون واثق من نفسك. لازم، لو ما حسيتش ان انت واثق من نفسك ده هيخليهم يفقدوا الثقه فيك. ودي حاجه لقيتها غريبه في الحياه. انت لما تعامل حد بمذله شويه، او انت عظمته فعملته بمذله شويه او بمحبه زياده، هتلاقيه بيقلل منك لا تلقائي. وده اللي لقيته عجيب جدا. طب ازاي انت يعني انت رايح بتعظم الشخص
ليه هو، وهو في المقابل يقلل منك. ايوه، ما ينفعش تعظم من حد ولا تظهر المذله لحد. الحاجات دي لله مش للاشخاص، لانه هيستغلك على طول. حتى لو قلبه سليم او ايا كان هيشوفك بنظره اقل. انما لو انت بتتكلم مع اي حد بثقه وبتشغل عقلك، هو هيحترمك. وده اللي عجيب جدا. فانت تروح زيك زيه. كنت اتكلمت عليها في حته تحرر القلب. لازم تروح زيك زي الشخص اللي انت رايح تعمل معاه الانترفيو. عادي، انت زيك زيه، ما يختلفش عنك في حاجه. هو بس موظف ان هو يعينك. هل هو يملك لك الرزق؟ لا يملك لك اي شيء. واحلى حاجه من حته كمان ان انت توازن نفسك وتطمنها وانت رايح وتحلي ثقتك بنفسك. الاعلى من ده انك تروح حابب تحول مشاعر الخوف دي مشاعر اثاره. شيء جديد انا هجربه، هنشوف هعمل فيه. ما تحطش على نفسك ضغط خالص. ده حاجه جديده انا هجربها. شوف انا هعمل فيها ايه، هتصرف ازاي، هتعامل ازاي. بتبقى بتاخدها من مشاعر حماس، فبتبقى مديك ثقه اكثر. فانا عجبني صراحه. وانا لما كنت بتحاور عادي، بتحاور وبحرك ايدي وكل حاجه، وبتحاور بثقه كبيره جدا في اغلب الانترفيوهات اللي انا عملتها. ولازم تبقى رايح واكل كويس، لان الطاقه البدنيه مهمه جدا. نايم كويس، الحاجات دي مهمه، بتفرق في موازنتك لنفسك، بتفرق في الطاقه اللي عندك. لان انت عشان توازن نفسك ده محتاج طاقه. فلو فقدت الطاقه دي مش هتوازن نفسك احسن حاجه. وده جربتها في اول انترفيو عملته. اول انترفيو واخر انترفيو، عقبالك ما تندمج مع الصدمة اللي انت هتعمل انترفيو وكذا. انت محتاج طاقة بدنية ومحتاج ذهن كويس، اضافة للموضوع النفسي. والموضوع النفسي هو الايه الاساس قوي، يعني هو المركز. بس وقررت بعد ما اتقابلت في اخر الشركة اللي هي كانت الاعلى سالري، قلت مش قلت لقيت نفسي في طاقة جدا. الطاقة بتاعتي كان الموضوع اللي معايا صحيا زاد جدا، زاد. وكانوا 2 جايين مع بعض في نفس الوقت، فزاد بطريقة كبيرة جدا. فقررت ان انا لقيت نفسي اول ما رحت اليوم الاندكشن ده، اليوم التعريفي، انا مش قادر استقبل اي شيء. ولقيت طاقتي في اليوم لحد دلوقتي، طاقتي في اليوم اغلبها هي يعني لا تتعدى ربع ساعة. حتى وانا بصور الفيديو ده لا تتعدى طاقتي الربع ساعة حرفيا. ما فيش تركيز ولا ذهن عالي، ما فيش طاقة، بس بحاول انا اصور. فالطاقة البدنية مهمة جدا. ده اللي اكتشفته بتحليل بالتجربة دي. والتجارب الحياة بتخليك تكتشف أمور. وفي النهاية قررت إن أنا مش عايز أشتغل موظف عند حد. يعني قلت ليه ما تفتحش تجارة لوحدك، أو شوف أنت إيه مهاراتك وإزاي هتوظفها وتفتح بيها مشروع خاص بيك. وده عايز جرأة وعايز منك تاخد خطوة. بس يمكن أنا معايا ما ظبطش الميعاد معايا مع الظروف الصحيه بتاعتي. جت كلها كده تضاربت مع بعض. ولكن تجربه برضو استفدت منها. وصراحه من افضل الامور ان الانسان يفتح تجاره لوحده. ده اللي فكرت فيه، مع ان انا ما بحبش التجاره قوي بسبب بعض الملابسات بينه وبين التجار او في الطفوله او حاجات زي كده. بس بحاول ان احبها. لانه لما قعدت افكر واحلل الموضوع، اغلب الشغلانات بالذات الكول سنتر، منهم المحاسبه اللي انا خريج محاسبه، كله ده في الغالب في الاخر هينتهي. اي اعمال مكتبيه هتنتهي. وسمعت بودكاست لاحد الناس اللي كانوا مؤسسين الاي اي، كان بيقول لك اغلب الشغل هيبقى اي اي، هتقوم بماكينه. ف الشغلانات، وده سمعتها برضو من ايلون ماسك، الشغلانات اللي هتستمر هي الشغلانات اللي هي فيها جهد بدني. الحاجه هتطول اكتر، ممكن تنتهي برضو، بس دي اكتر حاجه هتطول اكتر. تبقى سباك، تبقى كذا تبقى كذا تبقى كذا. دي الحاجه، الوظائف اللي انت تقدر تشتغلها، ما تاخدش مكانك اي اي مكانك. بس الاعمال المكتبيه انا لما ببص حتى على المحاسبه، من السهوله جدا ان انا اعمل اي اي وبرنامج. يعني ده موفر جدا. الفكره بقى اللي جات لي انا اضافيا ان التجاره من الحاجات، حتى لو انت شغال بايدك، مع الوقت انت مش صحتك احسن حاجه. فلازم تخش في التجاره. تقدر تخش باب التجاره لو هتبداها من صنعه وبعد كده تخش في تجاره. التجاره دي مستمره، يعني حتى لو بعدين بقى في اجهزه اي اي، انت هتشتري اجهزه الاي اي دي وتبيعها. فدي من الحاجات المستمره جدا التجاره. ليه تبقى موظف عند حد؟ ما انت تقدر تفتح اقل مشروع. يعني حتى لما رحت كان احد الوظائف، ففي واحد قال لي يا ابن الحلال انا خدت في الوظيفه دي، لو مكانك افتح اي حاجه حتى لو تبيع كشك في الشارع. لما تبدا في تجاره واحده واحده، تبدا تفهم التجاره واحده واحده، ده احسن لك 100 مره من انك تشتغل موظف عند حد. وهي اختيارات، ولكن التجاره محتاجه تشغيل دماغ،
محتاجة منك صبر، محتاجة منك ان انت تدرس السوق، المكان اللي هتفتح فيه نفسيا، وخدها باسلوبك انت. يعني حتى لو في احد الناس طبع عليك اسلوب انت ما حبيتوش وهو من التجار، خدها باسلوبك. طبق الاساسيات بس خدها باسلوبك عشان تحبب نفسك فيها باسلوبك، بالطريقه اللي انت شايفها حلوه باسلوبك بس. وده كان فيديو خفيف كده، ممكن اعمل فيديو قدام عن التجاره. بس اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.